الراجل ده يا سيدي داخل الحمام عادي وحاطط كريم الحلاقة على وشه، لكن بعد ثواني الكريم اتحول لكتلة صلبة زي الحجر. حاول يشيله بأي طريقة بس مش عارف. اكتشف ان حفيده بدل كريم الحلاقة بجبس. وهو بيحاول ينقذ نفسه ابنه دخل الحمام مفزوع عايز يشوف ايه اللي بيحصل، وفي أسوأ لحظة ممكنة الفوطة وقعت على الأرض. الابن جات له صدمة بصرية من المنظر، واتفقوا الاتنين إن اللي حصل ده هيفضل سر ما بينهم. بس الحفيد موقفش عند هنا. بالليل الجد صحي فجأة على إحساس غريب بيتحرك تحت البطانية. أول ما شال الغطا لقى تعبان ضخم مستخبي تحت السرير. من شدة الرعب حاول يهرب من الشباك، لكن رجله زفلطت وبقى متعلق بحافة الشباك بالعافية. الابن اتصدم الصدمة تانية اللي كانت كفيلة تقضي على مفعول الحباية اللي خدها عشان أم العيال. بعد المقلبين دول الجد قرر إن وقت الانتقام جه. استنى حفيده يخرج للمدرسة ودخل أوضته بهدوء، فك مسامير المكتب والكرسي والسرير ورجع كل حاجة مكانها كأن مفيش أي حاجة حصلت. شفتوا الخيابة؟ يعني حفيده عمل فيه إيه وهو عمل إيه؟ أول ما الحفيد رجع حط شنطته على المكتب فانهار فورا. استغرب وقعد على الكرسي فوقع بيه هو كمان، وهو متعصب رمى نفسه على السرير، بس السرير انهار تحته هو كمان. وبكده فهم ان الحرب ما بينهم بدأت.